دلوقتي يا جماعه احنا معانا تليفون LG G6، احدث تليفون نزلته شركه LG في مؤتمر MWC. الجديد في التليفون المره دي هو الشاشه. فالشاشه هي مساحتها 5.7 بوصه عادي، ولكن نسبه العرض او الاسبكت ريشيو بتاعتها هي المختلفه. بدل ما هي تكون 16:9 فنسبه العرض هي 18:9، وده مخلي نسبه الشاشه او نسبه المحتوى الموجود في الشاشه كبيره شويه، فبتعرض حاجات اكبر، فبتديك ايحاء ان الشاشه حجمها اكبر. كمان الشاشه فيها تقنيات عرض والوان جديده زي ال HDR10 اللي معموله مع شركه دولبي، وده هيكون اول تليفون في جوجل اسيستنت غير موبايلات جوجل. تصميم التليفون زي ما احنا شايفين تصميم زجاجي معدني، متغطي من ورا من قدام بازاز علشان يحمي التليفون طبعا من الخدش. هنلاقي ان هو اصغر من LG G5 وارفع منه، وكمان من ورا ما فيهوش البروز بتاع الكاميرا ده. شاشه التليفون IPS LCD 5.7 زي ما قلنا، معموله بدقه كواد HD. اما بالنسبه للخواص بتاعه التليفون، طبعا هنا السيتنجز او الشكل بتاع السيتنجز هنلاقي مختلف عن معظم الحاجات اللي احنا عارفينها. مقسمين السيتنجز لكذا تاب من الحاجات الموجوده فوق. لو جبنا جنرال اباوت فون هنلاقي هنا كل الانفورميشن اللي احنا محتاجين نعرفها عن التليفون. زي ما احنا كنا لسه بنتكلم ان البروسيسور الموجود في التليفون هو سناب دراجون 821. التليفون بيجي ب 4 جيجا بايت رام، وستورج او مساحه تخزين داخليه 32 جيجا بايت او 64 جيجا بايت. والبطاريه بتاعت التليفون 3300 ملي امبير، وبيدعم الشحن اللاسلكي. بالنسبه للكاميرا بتاعت التليفون، فالكاميرا الاماميه 5 ميجا بكسل. الكاميرا الاماميه زي ما احنا شايفين موجوده من فوق، وطبعا ملاحظين ان البيزلز او الحواف بتاعت التليفون صغيره جدا. اما الكاميرا الخلفيه فهي 13 ميجا بكسل. هي عدستين، فيها عدستين زي معظم الفلاج شيبس اللي نزلت في MWC، والعدستين 13 ميجا بكسل بس فيهم واحده فتحه عدسه 1.8 والثانيه فتحه عدسه 2.4. كمان التليفون مضاد للمياه والاتربه، وتقريبا يعني دي من المرات القليله ان LG بتنزل تليفون مضاد للمياه والاتربه. تعالوا كده نجرب الكاميرا مع بعض. طبعا صعب ان احنا نعرف الجوده بتاعه الكاميرا من خلال التجربه اللي احنا بنعملها دلوقتي، ولكن دي حاجه بسيطه لحد ما التليفون يكون عندنا في المكتب ونقدر ان احنا نعمل عليه تيستنج بشكل مفصل. شكرا ليكم، تابعونا في باقي الفيديوهات اللي هنعملها من MWC. شكرا.